السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ منورين قناتكم حبايب قلبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كده غدوة اقتصادية وجميلة جدا جدا ان شاء الله بإذن الله، ولادك هيشكرك عليها. حبيبة قلبي، انا هنا معايا معلقة كده من السمنة، نزلت عليها ببصلاية متوسطة وكمان فصين من التوم كده مقطعهم لشرايح. هقلبهم كده لحد لما ياخدوا لون ذهبي معايا شوية وريحة التوم كده تبدأ تطلع. الله على الجميل. هبدأ بقى ان انا اضيف كده المكون الخطير اللي هضيفه النهاردة، وهيخلي الاكلة بتاعتي مشبعة ولذيذة، وهنبقى طبخنا بالفراخ. هنا معايا اجنحة، انا جبت كيلو من الاجنحة. عايزة اقول لكم قسمتهم على طبختين. كل جناح كده شلت الضفر الرفيع اللي هو بيبقى الزفر شوية ده، بستبعده مش بحطه في الاكل بتاعي. والجناح بدأت ان انا اقسمه لنصين بالطريقة دي كده. عايزة اقولك بتبقى طريقة موفرة ولذيذة، والاكل اللي يعتبر اغلبية الاكل بتعمليه بالفراخ. هنا كده هبدأ ان انا اقلب لحد ما الفراخ تاخد كده معايا لون ذهبي حلو زي ما انتوا شايفين. هبدأ انزل عليه بكيس مكرونة، الكيس ده 400 جرام. هديله برضو تقليبة حلوة كده مع المكونات بتاعتي. بعد كده بقى هنبدأ ننزل بالبهارات. البهارات بتاعتي هتبقى عبارة عن كمون، كزبرة مطحونة، فلفل اسمر، بابريكا، بصل وتوم بودرة وجنزبيل بودرة وشوية من القرفة، وفصين من الكبابة الصيني اللي هي السليمة دقاهم. بيبقى حلو جدا جدا وبيديكي يعني نكهة احلى من المطحون. معلقة كبيرة كده من الصلصة ومكعب مرقة. هقلبها كده كويس جدا جدا مع بعض لحد ما الصلصة كده احس ان هي ريحتها برضو ريحة المادة الحافظة اللي فيها طلعت. هضيف كده 3 ورقات لورا واديهم تقليبة حلوة مع بعض. بعدين بقى هبدأ ان انا انزل عليهم بالمية المغلية. عايزة اقولك دي طريقة حلوة جدا جدا، وكمان تضيفي شوية من السكر هتخلي الوصفة بتاعتك زي العسل. يا رب حبيبة قلبي كده ان شاء الله تجربي وصفتي وتعجبك. ان شاء الله بإذن الله هتعجبك وهتعجب اولادك. يعني مناسبة جدا لأيام الغلا اللي احنا فيها دي، حلوة جدا جدا. هضيف بقى عقد المية كده بتاعي وهبدأ ان انا اديله تقليبة حلوة، وبعدين هغطي عليه لحد ما يتشرب، وهوطي عليه النار واسيبه يستوي على راحته خالص. الفراخ هتستوي معاكي والمكرونة كمان مش هتعجن. وعايزة اقولك طريقة جميلة جدا جدا. يا رب تمشي على الخطوات زي ما انا عملت بالظبط وهتدعيلي. البهارات لو مش عندك البهارات دي كلها، انا عايزه اقولك من عند العطار بشتري ب3 جنيه من كل حاجه، بتقعد معايا فتره اسبوع او اكتر، فحلو جدا جدا. بصل، توم بودره، جنزبيل، قرفه، كل ده بشتري ب3 فمش بيكلف معايا، مش بيبقى مبلغ، وفي نفس الوقت بيبقى عندك كل البهارات المنكهه اللذيذه. هنا كده اهو المكرونه اتشربت معايا، غطيت عليها ووطيت لحد لما استوت، وهتلاقيها دلوقتي بتجري من الحلة ومفرفطة وزي العسل. حبيبة قلبي يا رب كده ان شاء الله بإذن الله ما تنسينيش في صالح الدعاء والتعليق الحلو. شايفين الطعامة والجمال؟ عايزة اقول لكم وصفة لذيذة جدا جدا. يا رب حبيبة قلبي كده تكون وصفتي عجبتك وفتحت نفسك. اشوفك ان شاء الله بإذن الله حبيبة قلبي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.